ظهر نجل النجم كريم عبد العزيز في العرض الخاص لفيلم بيت الروبي الذي أقيم في أحد المولات الكبرى في 6 أكتوبر بحضور أبطال وصناع العمل. يأتي ظهور علي ابن كريم عبد العزيز هو الأول إعلاميا له، فلم يسبق له أي حضور أي عرض خاص من قبل العمل السينمائي، حيث لم ينشر أي صور تجمعهم قبل تواجده في العرض الخاص. كريم عبد العزيز تزوج من الصحفية سماح غنيم في عام 2002، ولكن زواجهما لم يستمر حيث انفصل في العام التالي. وفي نوفمبر 2006 تزوج للمرة الثانية من هايدي سرور ورزق بابنتهما ملك. وفي أغسطس 2007 ورزق بعلي. مع نهائيات العام 2010 شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها صورة جديدة على حسابها الشخصي انستجرام. ظهرت دنيا خلال الصورة برفقة ابنتها كايلا وشقيقتها إيمي سمير غانم. جاءت الصورة بمناسبة عيد ميلاد شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، وكتبت دنيا على الصورة قائلة: كايلا وإيمي أجمل وأحلى وأحن بنتين في الدنيا، كل الخير والسعادة والضحك والستر والصحة، ربنا يسعدكم ويخليكم ليا، بحبكم قوي، كل سنة وانتم طيبين. ومن الجانب الآخر بدأت دنيا سمير غانم تصوير فيلمها الجديد دودي جارد، ويشاركها البطولة الفنان محمد ممدوح والفنان بيومي فؤاد، ومن تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.